مبدئيا كده قبل اي حاجه وقبل ما نخش في الحلقه، لو انت ما تعرفش افلام ديدبول، فسلسله الافلام دي حرفيا كلها فوق 18 سنه، فلو انت داخل الفيلم ده ما تاخدش ابنك معاك مهما حصل. ده مش مجرد فيلم كوميكس ترفيهي ولا اي حاجه بالطريقه دي، ده فيلم فيه مشاهد كتير جدا زي ال 18 وايحاءات جنسيه ومشاهد قتاليه ودمويه وحاجات كتير. في الفيديو ده انا هتكلم عن 3 حاجات، وهي تشوف افلام ايه قبل ما تخش ديدبول، ولازم تعرف ايه قبل ما تشوف الفيلم، واتوقع الفيلم ده هيكون عامل ازاي. نبتدي مع لازم تشوف ايه قبل ما تخش فيلم ديدبول اند وولفرين. بص مبدئيا كده انت مش محتاج تشوف غير 5 افلام بس، و5 افلام بصراحه تحفه فنيه وانصحك جدا ان انت تشوفه. اول فيلم هو اكس مان اوريجينز وولفرين، تاني فيلم هو اكس مان، تالت فيلم هو ذا وولفرين اللي اتعمل سنه 2013، ورابع وخامس فيلم هم ديدبول 1 وديدبول 2. دول لو شفتهم هتفهم الفيلم كويس جدا ومش هتبقى محتاج تشوف اي حاجه تانية. بس انصحك اهم حاجه طبعا ان انت تشوف فيلم ديدبول 1 وديدبول 2 علشان هم اللي القصه بتتمحور حواليهم. تاني حاجه بقى لازم تعرف ايه قبل ما تشوف الفيلم ده. بص خلينا متفقين ان مارفل الفتره الاخيره واقعه تماما، حرفيا كل حاجه بتعملها عباره عن حاجات سيئه، فالفيلم ده هو عباره عن طوق الانقاذ للعالم بتاع مارفل السينمائي، فلازم تطلعه حلو باي طريقه عشان تنقذ نفسها من السقوط اللي هي فيه. انا متوقع مبدئيا كده ان الفيلم هيكون كويس جدا، بس برضه ما تعشمش نفسك ان هو هيكون خرافي، وده طبعا لو فيلم وقع بسبب الوقوع بتاع مارفل في الفتره دي. انا بقى متوقع ايه؟ انا متوقع ان الفيلم هيكون كويس جدا، ومن التريلر بصراحه اتحمست جدا، ومتوقع ان هيكون في تداخل في العوالم رهيب، وبشكل او باخر هيظهر الابطال بتوع عالم مارفل السينمائي علشان يرجعوا الدنيا كده زي ايرون مان وكابتن امريكا وحاجات بالطريقه دي. واتوقع جدا ان دكتور سترينج هيكون ليه دور فعال في الفيلم ده، وافتكروا كلامي انا اول واحد توقعت الموضوع ده. يا ريت لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل ولايك للفيديو ده عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. اشوفكم على خير في حلقات كتير جدا جايه، وسلام.